اهلا وسهلا بيكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده هنتعلم تip وتريك جديده في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لايك وفولو، عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه وبالذات برنامج ريفت. واعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب، اللينك بتاعها موجود في البايو. طيب الهاند ريل ده عشان يكون منطقي المفروض يكون جواه void gaps ما بين glass partitions بتاعته، علشان كمان ده هيساعدني في الرسومات التنفيذية. وهيقول لي كمان انا عامل تقسيمة الهاند ريل ده كل قد ايه، يعني القطعية بتاعة الجلاس دي هتيجي عندي قد ايه. هعمل كده ازاي؟ هاجي عند edit type، هختار plaster placement، هقول له edit. هاجي عند plaster family، هختار البلاستر فاميلي اللي انا عاوزها. انا هنا عندي كلاس بلاستر فويد موجوده. هقول له والله البيز بتاع الفاميلي دي هيكون الهوست بتاعي، والبيز اوفست انا مش عايز اوفست، انا عاوزها تكون عند البيز بتاعتي. التوب هنا هيكون الهوست، برضه هو الهوست. انا هشتغل عندي بالتوب اوفست، هديله 1000، لانه الهاند ريل ده ارتفاعه كله على بعضه 1000، فبالتالي انا محتاج السبريشن ما بين البارتيشنز وبين بعضها تكون 1000. هاجي هنا هقول له الديستانس اللي ما بينهم انا عايزهم مثلا كل 60 سنتي. هاجي هدوس ابلاي، هبص هنا هلاقي الفويد بتاعي اتعمل له كرييشن. طيب احيانا لما باجي اعمل كرييشن ممكن يقول لي ان الفويد ده بره، او يعني مش لاقط عدل معايا الجلاس. هاجي في الاوفست بتاعي اقدر ان انا الاينه مع الجلاس. مثلا انا عندي دلوقتي كده هو مظبوط، لو انا خليته صفر وعملت ابلاي هلاقي ان هو طالع بره البلاستر بالشكل ده. لكن انا مثلا لو عملت له سالب 35 وعملت له ابلاي هلاقي عندي انه الريل اتكريت. فانا اهم حاجه اتاكد انه الديستانس دي او الاوفست ده صح، وهدوس اوكي. هاجي هنا هدوس اوكي، هلاقي الريل بتاعي بالشكل ده موجود فيه الفويدز زي ما انا عاوز. طيب بالنسبه لفاميلي البلاستر، هي فاميلي عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. هي عباره عن اكستروجن عادي جدا ما بين التوب والبيز بتاعه الفاميلي، ومعمول له لوك في الاتنين مش اكتر.